في عالمنا الرقمي في أبواب ما ينفعش تتفتح، لأنك إذا فتحتها الدخول ليها هيكلفك أغلى ما تملك، حياتك ببساطة شديدة. أنا عايزك تتخيل كده إن أنت على بعد كليكة واحدة بس من إنك تكون شاهد على أبشع الجرائم الإلكترونية، أو ممكن كمان تكون أنت الضحية الجاية. أهلا بيكم في سيك لينك، أنا سيف لاشير، والنهاردة هنفتح ملف من أخطر ملفات الدارك ويب، وهو ملف الغرف الحمراء أو الريد رومز. ويا ترى بقى هي أسطورة مرعبة ولا هي حقيقة مدفونة في أعماق الدارك ويب؟ لو قلبك جامد ما تنساش تشترك في القناة عشان يمكن تكون دي فرصتك الأخيرة اللي تعرف فيها الحقيقة. يلا بينا عشان ما اطولش عليكم. قبل ما تدخل الغرفة أنا عايزك أصلا تعرف إحنا فين من الإنترنت. الفيسبوك واليوتيوب والجوجل اللي كل يوم بتفتحهم دول ما بيمثلوش إلا أقل من 10% من حجم الإنترنت الحقيقي، والباقي بقى موجود تحت خالص في عالم تاني خالص، وهو عالم الديب ويب والدارك ويب. الدارك ويب مش كله شر، هو ببساطة شديدة مكان ملوش صاحب، فطبعا ده يعتبر ملاذ آمن للجرائم وللقصص البشعة اللي ممكن تسمع عنها كل يوم. ومن بين كل القصص دي بقى طبعا ما كانش فيه أوحش ولا أبشع من قصص الريد روم. الأسطورة بتقول إن أنت لو معاك اللينك الصح للغرفة والعملة الصح اللي هي البيتكوين، أنت عندك القدرة إن أنت تدخل وتشوف ناس بيتم تعذيبهم وكمان لايف. لا وخد بقى المفاجأة، المشاهدين هم اللي بيتحكموا في إيه اللي بيحصل وايه الادوات اللي بيتم استخدامها، وكمان ايه هي النهايه. وهنا يجي دور السؤال المهم، قول لي يا ترى ايه اغرب قصه انت سمعتها عن الدارك ويب؟ اكتب لي رايك في الكومنت عشان يمكن قصتك هي اللي هعمل عنها الحلقه الجايه. القصه دي بدات تنتشر على منتديات سريه زي فورتشان وريدت، والحكايات بقى كانت عن مواقع زي A01 وشادو ويب، كان بيتقال فيها كلام ممكن ناس كتير ما كانتش فاهماه، بس اللي كان الناس فاهماه كويس ان هم كانوا بيقولوا ان انت بتدفع اشتراك بيوصل لالاف الدولارات عشان بس تخش في اماكن زي دي. لا والمرعب بقى ان بيقول لك ان انت اول لما بتخش بتلاقي شاشة قدامك فيها عد تنازلي، اول لما العد ده بيخلص بيبدأ العرض المرعب. لا وخد التقيلة بقى، ده المشاهدين كمان بيدفعوا بقشيش بالبيتكوين عشان خاطر الشخص اللي طالع في اللايف يعذب الضحية بطريقة معينة هم اللي طالبينها، كأنك بالظبط قاعد في لعبة فيديو جيم، بس هنا بقى الضحية هو بني آدم بجد. والموضوع ده بصراحة أنا شايف إن هو مرعب لدرجة إن في ناس بتقسم إنها شافت العروض دي بنفسها. بس هنا بقى يجي دور السؤال المهم، هل الموضوع ده تقنيا ينفع ولا ما ينفعش؟ تعال بقى نعرف إجابة السؤال ده مع بعض. وهل سرعة الإنترنت الموجودة في الدارك ويب تسمح بعمل بث مباشر مع تشفير تور اللي بيوزع الاتصال على كذا سيرفر، انه يعمل عليه بث مباشر بجودة HD وكمان بدون تقطيع؟ وهنا بقى بيجي دور العلم والمنطق، لان تور اللي انت بتستخدمه عشان تخش بيه على الدارك ويب بيبعت بياناتك لثلاث سيرفرات مختلفة حول العالم عشان يخفي هويتك. لو جينا نتكلم عن سرعة الانترنت بشكل عام قبل ما تخش على تور، بيكون سرعتها بشكل يعني إلى حد ما كويس شوية في البث المباشر أو في زيارة الموقع أو ما إلى آخره. ما بالك بقى وأنت داخل في مكان خافي هويتك وموزع سرعة اتصالك على أكتر من مكان؟ وده معناه إن أنت لو دخلت حتى على مواقع عادية عشان تشوف عليها بعض الصور الموضوع هيبقى رخم شوية، فما بالك بقى من بث مباشر وكمان بدقة عالية زي دقة ال HD؟ برأيي المتواضع وبشكل تقني أنا شايف إن الموضوع ده عشان يحصل بالسلاسة دي اللي تخلي حد يدفع فيه آلاف الدولارات إنه صعب ويكاد يكون كمان شبه مستحيل. الحقيقة الصادمة بقى هي إن 99% من مواقع الغرف الحمراء هي عبارة عن سكام أو نصب، يعني من الآخر ناس هاكرز بيعملوا مواقع دي عشان يستغلوا فضول الناس المريضة عشان يسحبوا منهم فلوس ويضحكوا عليهم، او ممكن يعملوا ايه بقى، ده لو حد صايع يعني زي حالاتي كده. المهم انهم يعملوا موقع عليه فيديو مسجل قديم، جزء مثلا من فيلم رعب مغمور، يحاول يقنعك ان هو حاجة معمولة لايف عشان خاطر تخش تدفع الفلوس وبعدها يروحوا قافلين الموقع على طول. ببساطة شديدة الغرف الحمراء دي هي عبارة عن وهم او اسطورة بس بسبب خوفنا من المجهول، ولكن ده مش معناه ان هي مش موجودة، هي موجودة برضو، ولكن مش بالشكل البسيط اللي الناس بتحاول تقنعنا بيه. ولكن طبعا ده مش معناه ان الدارك ويب مكان امن زي ما انت ممكن تكون فاكر، لان جوه
في جرائم ابشع بكتير مما تتخيل، زي الجريمه المشهوره بتاعه بيتر سكالي. لعلمك الجرائم دي ما كانتش بتتعمل بس مباشر زي ما انت ممكن تكون متخيل، هي كانت بتتعمل فيديوهات مسجله عادي جدا. ولكن الواقع احيانا بيكون اسوأ من الاسطوره، ولكن بيتم عمله بشكل وبطريقه مختلفه خالص عن اللي انت ممكن تكون بتفكر فيها. الدارك ويب غابه، والغابه دايما بيكون فيها وحوش، فعايزك تكون فاهم النقطة دي كويس جدا، انك ما تعرضش نفسك للخطر لمجرد انه فضولك بيسوقك انك تشوف حاجة المفروض ان انت ما تشوفهاش. لو لسه قلبك جامد ومكمل لحد دلوقتي، يبقى انت اكيد مكانك معانا في سيك لينك. ما تنساش تعمل فولو للفيديو وتعمل اشتراك في القناة عشان تشوف كل جديد، وتعمل شير لاصحابك عشان يعرفوا الموضوع ده، واكيد هيكونوا مهتمين بحاجة زي كده، عشان الحلقة الجاية هتكون دمار، لانها هتكون بتتكلم عن ملك طريق الحرير، عن ملك موقع سيلك رود، وازاي واحد من خلال اوضته وجهاز لابتوب عرف يعمل مليارات الدولارات. انا سيف لاشين، واشوفكم على خير في الحلقة الجاية، او يمكن في مكان تاني خالص. سلام.